رجعت من فرح واكلت اكل شكله عادي. بعد ساعات بطنك بتتلوى، غثيان واسهال وقيء. هل هو تسمم غذائي؟ وايه اول خطوة تعملها؟ التسمم الغذائي بيحصل لما تاكل اكل ملوث ببكتيريا او فيروسات او سموم. الاعراض بتكون مغص، اسهال، قيء، سخونية، واحيانا جفاف شديد. بعض الانواع خطيرة جدا، خاصة لو معاها دم في البراز أو قيء مستمر. طيب التصرف الصح إنك تشرب سوائل كتير أو محلول معالجة الجفاف لتعويض المية والأملاح. كمان تتجنب الأكل الدسم أو الحار لحد ما تتحسن. ولو في دم في البراز أو قيء شديد أو الأعراض مستمرة أكتر من يومين لازم تروح المستشفى فورا. لو طفل صغير أو شخص مسن أو مريض مناعة ضعيفة لازم متابعة طبية سريعة. اتصل بمركز السموم المصري وده متاح 24 ساعة. التصرف السريع بيمنع المضاعفات ويوفر وقت. أنا دكتورة ياسمين هنا عشان أوصل لك المعلومة اللي ممكن تنقذ حياة.